من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله. 1 minute, হলো স্কুলে ক্লাস 8 পড়ে রেগুলার স্টুডেন্ট। তাদের সামনে কয় পারা হয়েছে তোমার? 23 সময় হলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه
يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. grade 11, 19.5. Next. আফ্রিকার ছেলে বয়স মাত্র 12 কোন কাজের জন্য খালায় ফুলাই 12 বছর আগে বাংলাদেশের নাম করে দিয়েছে এই আমরা ভবিষ্যৎ আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত তাই না গেলে হাসপাতালে উঠে গেলেন প্রতিযোগিতা কম্পিটিশন আমেরিকা পেয়ে গেলে সৌদি আরব যে মূল্য দেয় أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وحاجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 6th grade and কয় পড়া হয়েছে তোমার 8.5 আর এইগুলো যে আগে পড়ছে 4th grade পড়ে. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الحليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर हो सेकेंड शेष ही गलो तार कबीर भाई चले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. গ্রেড এবার 10 গ্রেডে কয় পারা হয়েছে তোমার 26.5 তো 20 আপ কয়জন আছে রেজ ইওর হ্যান্ড 7 জন আমরা বললাম তো নেক্সট ইয়ার লে হয় 5 1 2 3 4 আরেকজন আরিফ করি আরিফ 15.5 তুমি শুধু আগাইছে তাড়াতাড়ি তো কোন গ্রেডে তুমি 7 গ্রেডে কয়জন তুমি ফোর্সটা 1 ইয়ারে পরে 15.5 পারা সেটা সানডে আছে এগুলা তো সব স্কুল যার স্কুলে সব হলো স্টুডেন্ট সবই ছাত্রী তো স্কুলে না ওই নিয়োজন আসবে আরিফের পড়া তারা দুইটাই পড়তে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما
السماء وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله قال الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Grade forever? 5th grade. That is Wasil, not 4th grade. सबसे ज़रूरत है 4th grade है ये पढ़ला है हम मजे पढ़ला हैं. क्या पढ़ा है तुम्हारे? 4.5. और आप शुरू करते बेशी दिन है नहीं करो. हम तो विभिन्न ग्रुप स्टार्ट होते हैं. तो मतलब बेशी नहीं 10 मिनट आते हैं. अरे आज ही घर तो भाई बता दे रहा ये शुरू करते हैं. तो मुझे बड़ा इतना ऐसे शुरू करते हैं. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير. So could we read? Fourth, the fourth division of Rasa. My very low. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Kun grade ever? 10th grade. What is it, Umar? 20, mashallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. তুমি কোন গ্রেড এবার? 8th grade. মাশাআল্লাহ। স্টার্ট করছেন মাত্র। অনেকে স্টার্ট করতে 2-3 মাস হবে। তো কিছু সামান্য করে দোয়া করে দিন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala who chosen me today to participate in this noble gathering. That's why I am so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and I am saying from my bottom of my heart, Alhamdulillah. And also, I am so glad today among the ulama, exclusively our teacher and father of the teacher, Hazrat Muhaddis Damat Barakatuhu Aliyah, and our noble teacher parents, because I am so surprised about them. Because before giving the thanks to our student, I would like to give the thanks to our teachers, because it is the result after math activities of our teachers. Because if teacher is okay, then student is okay. If teacher are excellent, the proof is that the student is excellent. That's why, Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their effort, make it very likely to accept as a Jannati. And Allah subhanahu wa ta'ala accept all of us. And I'm also thankful to you, because you recite today in front of the ulama, without any fear, Alhamdulillah, because you are American, right? You are American. When you say American, you feel a little bit pride, right? American, Alhamdulillah. Because President Barack Obama, he said, we are mightiest nation in the world. But he said, we are mightiest nation in the world. But why he said this, what I don't know. But I can say, you are the mightiest creation of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you for the Quran. This is the great surprise from Allah subhanahu wa ta'ala for us. We don't have long time to say about matters. I just want to give you one history of Hazrat Musa alayhi salatu wassalam. Which remarkable point you are holding in your hand. We don't know that, but inshallah we'll see the power of this holding in the day of judgment. And little bit Allah subhanahu wa ta'ala will show this in this world, inshallah. Musa alayhi salatu wassalam, that Allah subhanahu wa ta'ala described in the Surah A'raf. وَلَمَّا جَاءَ
موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. This is the ayat from Surah Al-Araf now, because I memorized the Quran when I come to the United States. I was in Hafiz in Bangladesh. I was the Imam on the masjid, and I think when I lead in the Salah, why should not memorize the Quran? Allah subhanahu wa ta'ala gave me the opportunity within 2 years. Alhamdulillah, it's become easier for me and memorizing the Quran. I am thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for that. You know that if you get the Quran, your older age, this time you can control. Same thing when you memorize it, elder age, you can memorize completely and perfectly. It's happening with me also. But Allah subhanahu wa ta'ala, because I understood the meaning of the Quran, that's why little bit, alhamdulillah, it is easier for me. Okay, Hazrat Musa alayhi salatu was salam, when he conversed with Allah subhanahu wa ta'ala, after that desire came in his heart, oh my Allah, I want to see you. For Allah subhanahu wa ta'ala replied, he said, Lamtarani, never you can see me. Because you are the creator, and I am the creator. No one can see me, and nobody can honor me when they see my no. Okay, I was talking about Hazrat Musa alayhi salatu was salam, and he asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh my Almighty, I want to see you. Allah subhanahu wa ta'ala said, you can see me. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. You have to look at the mountain. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. If they stay over there, after reflecting my no, and you can stay your position, then you can hope you can see me next step. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. When Allah reflects his nur on this mountain, خَرَّ مُوسَى جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. This mountain is mass, become powder, burned out, and Musa fell down right away. Translate, فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَهُ. When he raised up again, قَالَ سُبْحَانَهُ, oh my Allah, all appreciation for you. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. I believe in you, oh my Allah. I want to tell you in this point, Allama Alusi rahimahullah, Mahmud Alusi, fi tafsir Ruh al-Ma'ani, he quoted over there an important rawayat and hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, for little moment, he was the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. He was the nur of Allah subhanahu wa ta'ala for a little more, for little while. How much changing came in his life? Allama Alusi quoted, 3 changes came in the life of Hazrat Musa alayhi salam. Please keep this point in your mind. How many changes I said? 3. Number 1, Musa alayhi salatu wassalam, he watched the nur of Allah. That's why change coming in his vision. Allah Ma'alusi quoted over there the hadith. Kana yubsiru dabiban namlati muddata 10 farasin. Fil laylati zulma'i ala safra'i. Musa alayhi salatu wassalam changes his power of vision. In the dark night, he can watch distance from 48 miles. If any ant walking on the stone from far distance, 48 miles he can watch by his eyes. You understand what I'm saying? 48 miles. I say this one in Bengali. The Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, তিনি অন্ধকার, নিকষ অন্ধকার রাতে 48 মাইল দূর থেকে যদি একটা পিপিলিকা পাহাড়ের পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে যেত, তিনি পিপিলিকার হেঁটে যাওয়া এই 48 মাইল দূর থেকে রাতের অন্ধকারের ভিতরে দেখতে পেতেন। কানা ইউবসিরু দাবিবান নামলাতি মুদ্দাতা। One change. Number 2, Allah subhanahu wa ta'ala changed his horizontal color of face. No, become no. How much? Hatta ila ra'ahu badahatan mata min nuri rabbil alamin. If anybody watch, after the watching this no, directly to the face of Musa alayhi salatu wassalam, for the effect of this no, those people who are watching to him, they will die by the power of this no. Allah subhanallah. Number 3, he was a singer. He can speak out clearly. And when he was his no, Allah subhanahu wa ta'ala changed his voice. And with clear voice, he speaks out from them. These 3 changes came only for a little moment. Was nur of Allah subhanahu wa ta'ala in this world. Hablullah al-Mateen fil al-Quran, Hablullah al-Mateen. The Quran said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this one is stronger nur, one side holding, keep holding Allah subhanahu wa ta'ala, another side those who are reciting the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you. That's why we have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And I am also saluting you. You were chosen. Beside you is school teaching this Quran, memorizing the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give you tawfiq in your whole
life you try to disrobe and act your life on this Quran, whatever Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala blesses all of us. Inshallah you will see the mightiest, because Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you for Quran. How is the benefit when you get a practical life? And after that, when you go in the day hereafter, you will see the position. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala preserves for you. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of us. And again thanking you, those who are students of this masjid, those who are the teachers, I am saluting also with them. And also I am thanking to the parents, those who provide their kids here. And all of the time they provided over there the effort for learning, for Islamic environment, for teaching. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Subhanallah. Subhanallah al-azim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. আমরা সবাই আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথা বুঝুন, সকলে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যে কোরআনের সাথে লাগাই আছে, মজা পাইবাই যেদিন কোরআন এই পর্যন্ত দায়িত্ব দুনিয়া কোরআনের মজা হয় না বুঝলে আমি বুঝি না আল্লাহ না বুঝলে মনে হবে কোরআন বুঝতে এই পর্যন্ত দায়িত্ব আল্লাহর ওয়াদা শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহকে আবার বাড়াই আছে। আল্লাহ বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যে আমরা চয়েস করিয়া কোরআনের লাগে কবুল করছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যার জন্য শুক্রিয়া আদায়, ঠগাঠগি নেই। যেন মা বাবার লাভ আসলের দিনে না বুঝা যাইব মার মর্যাদা হতো। আল্লাহ কবুল করুক। আর এখানে যখন শুরু হয়েছে সারা দেশের মুক্তি হয়েছে চেষ্টা করতেছে, মা বাবারও চেষ্টা করুন। ভিতরে খালি একবেলা দামুরা মতো যায় শেষ, তাদেরও শেষ, আপনারও শেষ, গার্জেনেরও চিন্তা খালি নত থাকতেই ভালো। আল্লাহ তুমি যে টপিক দিচ্ছ আল্লাহ শুক্রিয়া। আমার কাছে নত থাকতে এটা আল্লাহ সম্ভব। যে মনে করবো আমার বলে আমি তো কম না শেষ। তারপরে যদি মনে করে আমি তো কম না শেষ। আর উস্তাদে যদি মনে করে আমি আশা করছি চেষ্টা করছি ধরার আমার 20 মাস শেষ হয়েছে। রব্বে আউজিনি আন আশকুরা নি'মাতাকা আল্লাতী আন'আমতা আলাইয়া ওয়ালা ওয়ালিদাইয়া। দুই আমার আবার কেমন বাপের ঘরে জন্মেছি দাউদ পাপ সে বলছে কত বড় এহসান আল্লাহ। কেমন বাপের ঘরে জন্মেছি আলাইয়া ওয়ালা ওয়ালিদাইয়া ওয়ান আমালা সালিহান নেক আমল। এবার যে আমলে আল্লাহ তুমি খুশি হও সত্য লাগাই দিচ্ছে কিরাত আমল হইতো যে আমলে আল্লাহ তুমি খুশি হও এমন আমলের তো গুণার থেকে বাঁচবাই। আমাকে তুমি গুণা কোনটা আগে বুঝবাই, হুকুমের বিরুদ্ধে শরীয়তে এইটাই ভাব। এই ভাব থেকে না বাঁচলে গুণা থাকবে। আমার রাহিমের আল্লাহ আমাদের সবাইকে তুমি মাফ আল্লাহ তোমার গোলামি আসান চলা আসান। এই যে তোমার বান্দা হল এখনো তারা গোনা কিছু বুঝে না, আপনাদের থেকে গুণার থেকে সঙ্গে বাঁচাও। আল্লাহ কোরআনের হেফাজত তুমি করবা, তোমার গ্রামে কবুল করছো গার্জেনদেরও সহি সমাজেরও বুঝ দেও তোমার শুক্রিয়া। সবই আল্লাহ কামিল মুকম্মল আমল হাফিজ বানা। তাহলে হাফিজ হইতো না কোরআন বুঝারও আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ দেও। তো অসম্ভব কিছুই না। আল্লাহ সালমানের পাশে 250 বছর বয়সে হাফিজ কোরআন বুঝছেন।